يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذا تصوير المناظرة الذي جرت بين الأخ فاضل الكعبي وبين من الطرف الشيعي أحد الوهابية المسمى حمزة حميد، مسمى حميد. موضوع المناظرة: علم الرجال في كتب السنة، وهل هم يأخذون دينهم من خمارين مجاهيل ملعونين حمير كفار مشركين؟ يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله. بعد 5 دقائق المناظرة. السلام عليكم. أنا حضر الأخ فاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاهز إن شاء الله. نعم أنا جاهز. جيد الفار إلى أن يبدأون. واستنى يطمئن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بدأ الأخ فاضل. أما بعد، فقد قال الوهابي إننا أثبتنا أنهم يأخذون دينهم عن خمارين مجاهيل ملعونين كذابين كفار مشركين سوف يتبرأ من دينهم، ونحن كذلك، وسوف أبدأ بالكفار ونأتي كل واحد على حدة. طبعا حميد، هذا القول قول حميد، فقد قال الوهابي، والآن سوف أبينه إن شاء الله. البخاري: نظرت إلى كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل من كفرهم من الجهمية، وأني لا أستجهل أن من لا يكفرهم. هذا الكلام في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للذهبي طبعا، الجزء 12. وقال حافظ أخبرنا محمد بن الهيثم بالبخارى أخبرنا الفربري حدثنا البخاري قال: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحد أضل في كفرهم من الجهمية، وأني لا أستجهل من لا يكفرهم. الكلام عن الجهمية، صفحة 456، مؤسسة الرسالة. عندما تنتهي اكتب انتهى كلام الحميد. قلت انتهى عزيزي، لأن أرجوك أن لا تلزمني بقول مختلفين فيه، فهو ليس حجة عليه. الجهمية لا يكفر معينهم يا عزيزي. شبهة قد حرقتها. جيد. الجهمية قال أكثر لهم أنهم ليسوا كفار، وإن كنت تريد من المعاصرين. طبعا القول واضح في قول الذهبي. هنا سؤال: من يخلق القرآن؟ كافر مسلم؟ قام عليه الحجة أولا. من قال بخلق القرآن، كافر أم مسلم؟ قال بخلق القرآن. هل هو كافر أم مسلم؟ فقام عليه الحجة أولا وفرق بين من قال كذا فهو كافر وبين هذا كافر تعيينا، فنحن لا نكفر المعين حتى تقام عليه الحجة للمسلمين. انتهى. لن تجيبنا على سؤال عزيزي. هنا يبدون يطرحون أدلة. جميل جدا. بما أنك استشهدت بأحمد بن حنبل إمام الحنابلة، هو يكفر من قال بخلق القرآن. مناقب أحمد بن حنبل، سياق قوله في القرآن: قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يقول إن القرآن مخلوق فقال: كافر. واضح بصريح العبارة، صفحة 206. مناقب أحمد بن حنبل. طبعا يبدأون يسردون أدلة. الأخ فاضل يسرد أدلة. ما أحمد بن حنبل من قال بخلق القرآن هو كافر. قال أبو القاسم اللاكي الطبري عن أحمد بن سعيد الدارمي عن من زعم أن لفظة بالقرآن مخلوق فهو كافر. شرح أصول الاعتقاد، على طبقات الحنابلة. مثاله أصول الاعتقاد في تاريخ مدينة دمشق وكتاب السنة وغيرها. هنا طبقات الحنابلة.
أعتذر. هل انتهيت؟ النتيجة يا عزيزي أنكم ترون عن كفار ومشركين بالله فتأمل، هم قالوا بأن من يقول بخلق القرآن كافر. ليس لي علاقة بأكثر علماء لأن أعطيك ما يقدرون يتناقشون. الجهمية، رواية البخاري ومسلم عن الجهمية الكفار المشركين، فإن الأرناؤوط قد قال إن البخاري روى عنهم، ولا يهمنا هل روى حديثا واحدا أم ألف حديث، فقد روى على 10 منهم البخاري ومسلم في صحيحهما، كما في القدرية الذي روى عنهم الشيخان 30 رواية في البخاري ومسلم، والجهمية 10 روى عنهم الشيخين، الحرورية 2 والواقفة 1، والحرورية من الخوارج القاعدية. ما هو تعليقكم على الرواية المبتدعة؟ طبعا في موقع ملتقى أهل الحديث. أقول لك سواء كان قدري أو حروري أو أي واحد ليس عليهم إجماع في تكفيرهم، فلا حجة لك علينا. عجيب، يعني الآن قبل قليل من نقل لك قول ابن حنبل ليس لك علينا إلزام. البخاري اللي أمام الدنيا، أعطينا واحد مثل البخاري فتح العضلات القدرية ولا غيرها، إنما وضعت الكلام لكي أخذ من محل الشاهد فقط. هنا عاد عليه نفس التعليق الأفاضل. ثاني، شعيب الأرنوط قال أن البخاري روى عنهم وكفانا مؤونة البحث في هذا المجال، وقد قلت لك أن رواية البخاري ومسلم عنهم نحو 10 من الجهمية كما جاء في موقع ملتقى أهل الحديث عندكم. ثالثا، نحن نفترض شيء عندنا. طيب، يا سبحان الله، هذا أحمد بن حنبل يقول بما لا هنا تكفير من قال خلق القرآن، قرأناها قبل قليل، وهنا عاد عليه نفس الشيء. الحكم المتابع بعد أن عرفنا من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأثبتنا بالأدلة أن البخاري قد روى عنهم كما اعترف بذلك شعيب الأرناؤوط. نأتي الآن إلى صحيح مسلم أيضا جهمي كافر مشرك، تأخذون حديث عنه، وهذا لأنه كان يقول بخلق القرآن أيضا. نأتي نفتح الوثيقة سير أعلام النبلاء للذهبي، طبعا مؤسسة الرسالة الجزء 12. وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. قال أبو حامد بن شرقي حضرت مجلس محمد بن يحيى فقال لا من قال إلا من قال لفظ القرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم من المجلس، يعني مسلم قام من المجلس أنه كان يقول بخلق القرآن. مؤسسة الرسالة صفحة 572. استمر. لاحظ أن مسلم بن الحجاج كان يقول بخلق القرآن. الله أكبر، يعني صاحب صحيح مسلم كان يقول بخلق القرآن، قيمت عليه الحجة، ومع ذلك لم يبالي بقول أحد في المجلس. قام من المجلس وقام بكل فخر من مجلسهم عندما قالوا من قال بخلق القرآن فليخرج من مجلسنا. طبعا هنا أحمد بن حنبل يكفر مسلم. هل عندك رد انتقل المجهولين؟ لو كان عندي وقت لأتيتك بأقوال كثير من أهل العلم تكفير المعين لا يجوز فيه الجهمية ولا النواصب ولا غيرها. ما شاء الله، طبعا يعيد ويسقط في نفس الكلام، نفس كلام هيك خربطة. طيب، سوف يغلقون المنشور لأنها انتهت الليلة الأولى. ثانيا سنأتي إلى هنا بدأت الليلة الثانية. هذه قد ذهب ولم يعد، ذاك سوف يحسم موضوع روايتهم عن الكفار الجهمية، ويبقى عند روايتهم عن المشركين والخمارين والملعونين والكذابين. أولا يقول إنه لا يوجد إجماع على كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن، وإحنا نضع له الإجماع على ذلك من علماء سلفين من خلف ما أردنا. طبعا أحمد بن حنبل ثبت قول أحمد بن حنبل ذلك، وثبت أن صاحب صحيح مسلم هو مسلم بن الحجاج النيسابوري هو من قال بخلق القرآن. الآن نأتي إلى هنا ثاني. يقول وهابي ما جئت به من اعتقاد مسلم بن الحجاج في خلق القرآن حديث ضعيف، أو أنني قد بترت الكلام. وقول أولا هذا لا يسمى بحديث ولا رواية، إنما يسمى بنقل عن مسلم واعتقاده في القرآن الذي لا يختلف عليه عن زمان حتى أنه لم يكثر. ثانيا كنا قد بترنا كلام فهات البتر أين ودللنا عليه. نعرف تماما أقول قدر
افتح الرواية الوثيقة عفوا. أتبرأ من ديني إن أثبت أننا أخذنا عقيدة واحد من الكفار. جيد، جميل جدا. قال الحاكم هنا قول بالجهمية، كفر الجهمية، قول البخاري بكفر الجهمية. سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر. هنا وكان مسلم يقول بخلق القرآن، كذلك من سير أعلام النبلاء. قالوا من أنكر قولهم استابوه فأمره بقتله ونفيه مثله مخلوق. كذلك هنا على القرآن مخلوق. من قال بخلق القرآن ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. نكمل إن شاء الله معكم. ما هي العقيدة التي أخذناها من الكفار؟ عجيب. رواية البخاري عنه ومسلم الجهمي كافر وأخذ الأحاديث منه واضح عزيزي. طيب غدا نستأنف الحوار. نكمل إن شاء الله. أنا بدأ من جديد. بالأمس قال الوهابي إن كذبت حين قال إن أهل السنة قد جمعوا سلفا من خلف بكفر من قال بخلق القرآن، وهذا لا يعدو عن حقيقتين اثنين، أن الوهابي لا يعرف شيء مما في كتبه ويتنطع. طبعا هو حقيقة لا يعرف شيء مما في كتبه ويتهمنا على فراغ، وهذه مصيبة. إنه أعمى بصره وبصيرته، وإننا قد وضعنا له كلام الألائكي، وأنه قد جمع أكثر من 550 عالم سني ينطح بعضهم البعض في تكفير القائل بخلق القرآن. طبعا نقلنا لكم قول بعض العلماء في الحكم بمن قال خلق القرآن بأنه كافر، وهذا إجماع هذا أعلى درجات الإجماع. وأقول وها هنا أحد السنة يقول صراحة في إجماعهم على كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن يتبع. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد تأليف الشيخ أحمد الحكمي، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، المجلد الأول، دار ابن قيم للنشر والتوزيع. ناشين قد يقول وقد انعقد إجماع السلف الأمة الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لم يخلو قول من أحد ثلاثة، أما أن يقولون إنه خلقه في ذاته أو غيره أو منفصل مستقل وكل الثلاثة كفر صريح. بعد شو تريدون يا أخواتي؟ هنا هاي صفحة 269. جميل جدا. الآن نأتي بان قال الوهابي ما قلت عن مسلم هذه السند الذهب جاء به بعد قرون، كيف عرف أن مسلم قال ذلك؟ أقول له ذلك قد السند الذي ثبت أن مسلم جهمي كان يقول بخلق القرآن، لكن هل تعلم أنني وجدت في البخاري كذلك جهمي مثله؟ لا تصدق. باسم ربك الذي خلق سوف تجد أن كلاهما عن البخاري ومسلم كان يقولان بخلق القرآن. الله أكبر. اثنينهم كفار حسب قول علمائهم. هذه طبعا ملاحظة نهى عن هذا الأمر فلم ينتهي، وهذا يعني أنه مصر إصرارا على قول بخلق القرآن، يعني مصر على الكفر. جميل جدا. ممتاز ممتاز ممتاز. هذا صاحب صحيح مسلم، تاريخ مدينة دمشق للخطيب البغدادي، طبعا المجلد الخامس عشر. طبعا دار الغرب الإسلامي 125 صفحة 125. نأتي فأخبرنا محمد بن علي المقري قال أخبرنا فلان عن فلان. سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه مع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر إلى أن يقول قطع أكثر الناس غير مسلم فإنه لم يسلم، تخلف عن زيارته فإنها إلى محمد بن يحيى إن مسلم بن الحجاج على مذهبه قديما وحديثا، وأنه عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه، يعني لم يرجع عن مسألة القول بخلق القرآن، ولم يرجع عنه. محمد بن يحيى قال في آخر مجلسه
إلى من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه. جميل جدا. يعني خرج مسلم بن الحجاج من مجلسهم لأنه كان يقول بخلق القرآن، إنهم طردوا من يقول بخلق القرآن. نكمل. قالوا هاي بعض النبيان بين لنا أن الجهمية يختلف علمانا في تكفيرهم من عقيدة واحد أخذ منهم، هذا تحدي لك إلى يوم القيامة. من هذا قول الوهابي. أقول لك ذلك أيضا هو حديث يرويه عن جهمي مثله في صحيح البخاري كتاب الفتن حديث 6641 عن بشر عن فلان حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري، هو طبعا هنا حدثنا عن نافع عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيأخذ بناس من دوني فأقول أمتي، قال لا تدري مشوا على القهقري، قال أبي مليكة اللهم إني نعوذ بك أن نرجع إلى عقابنا. أحد ما قال وابن المعتمد يثبت أن هذا الراوي يعني بشر السري كان مذهبه الجهمية، فثبت المطلب والحمد لله رب العالمين. هنا الآن الوهابي يجب أن يلتزم بكلامه. لحظة واحدة. المذهب الجهمية بشر بن السري بن الحارث هاي جرف العدالة. جميل جدا جدا جدا. ثبت إن شاء الله المطلب. عليكم تعالى سنكون المصباح حتى ننهي الموضوع كلها. طبعا المناظرة استمرت أكثر من 3 أيام. قال الجزء الثالث صفحة 203 خارج قدم التوحيد ويقول جمع الأباضي وقدم التوحيد ليس بالنام قال بخلق القرآن إن القرآن غير مخلوق. عجيب. وأحمد بن حنبل وقول البخاري وغيرهم من علماءكم. لا إله إلا الله. نكمل. طبعا المناظرة استمرت طويلا. هنا نعمر كتبنا يا وهاب ثم حديث الأعمال بالنيات كلام مع نوع يحتاج إلى حديث الأصل إن كان الراوي الوحيد له عمار. طبعا المناظرة استمرت طويلا. هاي نفس الوثيقة أعادها الأخ فاضل هنا في تحقيق كتاب الرسول. بدأت تظهر معي وهذا يعني أنك قد نفت البضاعة المزجاة فقد قلنا أولا الحديث الذي جئت به يختلف عن حديث جئت بها، فذلك حديث هذه حديث أخرى. أنا تدلس ثانيا هب أن حديث طريقا أخرى فالعلة واحدة وهي أنكم تروون عن هؤلاء الكفار من الجهمية وفي صحاح إلا من تضعف الحديث فيسقط حينئذ ما يسمى بصحيح البخاري ويكون ضعيف البخاري، فلم ينفرد شيء والناس طبعا صحيح لأنه يروون عن الجهمية. ثانيا ما جئت به من كتاب المقالات هو عليك لا لك. نرى تحقيق كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة الجماعة من الكتاب والسنة تأليف الشيخ الحافظ العراقي. يقول قولهم كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سواء من الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضى سنين وأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم ودينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين بلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحدثت الأسانيد الاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوا أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. جميل جدا جميل جدا جدا. لنرى الصفحة لكي لا تكون حجة. 312 يستمرون كذلك. طبعا الأخ فاضل فرس الوهابي فرس، بحيث أعطاه كل الأدلة التي تثبت على أنهم ينقلون من الكفار والجهمية وكل الرواة، فعلى الوهابي أن يلتزم بكلامه.
هنا ما هذا أعطيتك حديث عن جهمي وأخذتم بحديثه، فإن كانوا 1000 واحد بالنتيجة أنكم أخذتم عن كافر، الجهمي كافر، لا سيما إنك قد أثبت أن الخوارج أيضا قائلين بخلق القرآن، ونحن أثبتنا بالدليل القاطع على من قال بأن القرآن مخلوق كافر. فتأمل كم راوي عن الخوارج الجهمية عندكم. ثانيا البخاري نفسه كان جهمي، وألا تصدق تفضل اقرأ ما قاله ابن أبو حاتم وهو ينقل عن أبيه المعاصر البخاري أنه كان يقول بخلق القرآن، وقد ترك حديثه أبو حاتم وأبي زرعة لهذا السبب، فدينك كله مبني على كفار. كتاب الجرح القسم الثاني من المجلد الثالث، تأليف الإمام الحافظ الرازي، طبعا هنا الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، سمع منه أبي وأبو زرعة، ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظ القرآن مخلوق. جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. هذا البخاري كذلك على رأي أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، إجماع العلماء أن البخاري كافر لأنه كان يقول بخلق القرآن. سينا نأتي كذلك يبدأون يتكلمون فيكم. يقول الوهابي لا تدور في حلقة فارغة فلا يدور إلا المفلس، قلت أعوذ بالله من الخذلان، أدري أين الإفلاس. طيب جميل جدا. صحيح البخاري ما يوجد فيه. باب تفسير سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه. يقول أول الآية كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه، خلاف الوهابي الذين يحملون الوجوه على الظاهر. ما فيها شيء، أنه عندهم طامات كبرى غير هذه. بعدين عرفنا أن البخاري يأول صفة من صفات الله، هذا هو التجهم المطلق عندكم، وثبت صحة ما قلنا عنه لمن ألقي السمع وهو شهيد. هذه قول قرأنا قبل قليل. لا محمد بن علي المقرئ، فأنت من ادعى أنه مجهول، وعلى المدعي أن البينة بما سمعته في حياتي من جهبذ الوهابية، هذا القول حتى لو كان ثقة تسقط عدالته، وأن طعن وتكلم في مثالب العلماء، وقول هذا كلام طويل، لا أريد أتكلم كثيرا لأنه خوفا على الفيديو، لأنه أصبح الفيديو 23 دقيقة الآن. قال حق سمعت محمد بن يحيى يقول قد أظهر البخاري قول اللفظ واللفظية عند شر من الجهميين. سمعت محمد بن يعقوب عن فلان لما استوطن البخاري نيسابور الذهلي يوما إلى من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، لفظ خلق القرآن يعني. فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس. قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذني، سمعت أبا حامد بن الشرق يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فقال لا من قال كذلك نفس القصة، سير أعلام النبلاء الجزء 12، طبعا مؤسسة الرسالة، صفحة 459-460. جميل، نستمر إن شاء الله. طبعا الفيديو راح يكون طويل لأنه المناظرة طويلة جدا أصبحت. وهابي يتنطح يعطي أدلة وكتبه ولا يعلم ما في كتبه. جميل جميل، نستمر. هاي كلها قلنا أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق وأن القرآن مخلوق كلاهما يعني التجهم، بل إن من توقف على أن لا يقول أن القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق فهو أيضا جهمي. ففي كل الأحوال البخاري ومسلم كلاهما كافرين، لأن طبعا الحكم ليس من الألفاظ، الحكم من كتبهم حصرا، لأنهم كانوا يكونون بخلق القرآن، وبهذا يثبت أنكم أخذتم العقيدة من كفار. انتهى. أنا ما طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي،
الجزء الثالث: ومن قال بلفظ القرآن مخلوق، لفظة القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. جميل جدا، ما شاء الله. راحة صفحة 55. راح البخاري وراح مسلم، حظ الرجلين. طبعا هاي الوثيقة معادة. يستمرون كلام، إعادة الكلام، طبعا بعض الكلمات والوثائق معادة. يستمر الوهابي يتنطح من غير أدلة ومجرد مماطلة، ويرفض الحق ويرفض كلام علمائه بأنهم قالوا أن القرآن مخلوق، ويرفض. وثبت من كذلك من نقل علمائهم وإجماع علمائهم على من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. وثبت من ذلك أن البخاري ومسلم كانا يقولان بخلق القرآن فهما كافران حسب إجماع علمائهم. فثبت المطلب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وآسف على الإطالة.